طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. عايزين نبدأ نكمل يا شباب الديزاين بتاع المرة اللي فاتت. عملنا الديفايدر او الخط اللي هو الرفيع قوي 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 ده، وبصراحة الديزاين شكله كده كويس. عايزين نبدأ نكمل الديزاين بتاعنا ونبدأ نعمل رقم التليفون ده والايميل والفيسبوك الويدجتس دي يعني. طيب تعالى نبدأ برقم التليفون ده. طيب هنبني الويدجت دي ازاي؟ انا اول مرة اشوف الشكل ده ومش عارف الشكل ده ممكن يكون ايه. طيب تعالى نفكر كده بالراحة ونبدأ ان احنا واحدة واحدة نقسم الدنيا ونبدا ان احنا نتخيل او نقول نفترض يعني ان الويدجت دي نقدر ان احنا نبنيها ازاي. طيب لو بصينا للويدجت بتاعتنا دي هنلاقي ان في بوكس لونه اخضر كده. البوكس ده جواه حاجه زي صوره كده للتليفون، وجنبه رقم التليفون بتاعي. تمام. طيب البوكس اللي ورا ده هو ايه؟ يعني بيفكرك بايه؟ ما بيفكركش بالكونتينر؟ فاكر انت الكونتينر اللي احنا كنا بنستخدمه عشان از بوكس يعني، ونبدا ان احنا نديله لون مثلا وهكذا. طيب ممكن نبدا ان احنا نبني الكونتينر بتاعنا ده ونحط جواه الويدجت دي. طيب الويدجت دي عباره عن ايه؟ والله الويدجت دي لو بصينا لها كده هنلاقي ان في صوره هنا وفي رقم تليفون، والاتنين جنب بعض. فاكر انت لما بيبقى في حاجتين جنب بعض ده بيفكرك بالايه؟ بالرو، صح؟ مش احنا كان عندنا الكولوم بيبقى فيه اكتر من حاجه تحت بعض، انما الرو كان بيبقى فيه الويدجت جنبها ويدجت تاني. تمام. فاحنا ممكن نبدا ان احنا نعمل كونتينر كبير كده. الكونتينر ده اللي تشايلد بتاعه هيكون عباره عن رو. الرو ده فيه الصوره دي وجنبها هيكون فيه التكست بتاع رقم التليفون. طيب تعالى نبدا واحده واحده كده بالراحه نحاول ان احنا نبني الويدجت دي. طيب انا هاجي هنا على الكود بتاع المره اللي فاتت وهاجي اروح اعمل كونتينر بالشكل ده. تمام. هاجي اعمل كونتينر بالشكل ده. طيب الكونتينر ده هديله كولر. تمام. هديله اللون بتاع اللي هو الاخضر ده، اللي هو في الغالب هو نفس اللون اللي فوق ده، فاحنا ممكن نطلع ناخده ونبدا ان احنا نستخدمه على طول. طيب انا هطلع فوق وهاخد اللون الاخضر اللي هو ده، هبصيل الكونتينر بتاعنا بالشكل ده. تمام. هوصيل الكونتينر بتاعنا بالشكل ده، وهلاقي ان الكونتينر عنده تشايلد بروبرتي. انا اقدر ان انا اباصي فيها بقى الرو اللي هيبقى فيه الصوره والتكست اللي جنبها ده. هاجي هنا هبصيله الويدجت بتاعت الرو، والرو بتاعنا بيبقى موجود فيه تشيلدرن ليست. التشيلدرن ليست دي بتبقى عباره عن مجموعه من الويدجتس او لسته من الويدجتس انا اقدر ان انا اباصيها. طيب تعال نبص للديزاين بتاعنا الاول وبعد كده نبدا نكمل الكود بتاعنا. طيب هنا في ايه؟ هنا في صوره فيها زي ما تقول كده ايه، اللي هي السماعه بتاعت التليفون، او نقدر نقول عليها ان هي صوره لرقم التليفون يعني. دي زي دي مثلا، دي علامه كده او صوره للايميل، ودي برضو الصوره بتاعت اللوجو بتاع فيسبوك. انا جايب لك طريقه سهله قوي 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 قوي، بدل ما تروح ان انت تشوف صور زي دي وتبدا ان انت تحطها في ملفات المشروع. لا، هنبدا نتعرف مع بعض على الكونسبت او المفهوم بتاع الايكون. تمام. والايكون يا شباب في فلاتر هي حاجه بسيطه قوي 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 قوي، في يعني زي ما تقول كده ايه، مجموعه كبيره قوي من الايقونات انت ممكن تقدر ان انت تستخدمها على طول بدون ما انت تحتاج تروح مثلا تجيب الصور من النت وتحطها في ملفات المشروع، او تجيب لينك الصور من النت وتبدا ان انت تستخدمها وهكذا. تمام. ففلاتر بتوفر لك مكتبه كده جميله قوي 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 من الايقونات انت تقدر تستخدمها، وايقونات جاهزه على طول. طيب انا هبدا ان انا استخدم ويدجت جديده واول مره نستخدمها، اسمها ايكون بالشكل ده. تمام. لو وقفنا على الايكون ده هنلاقيها ان هي بتستقبل حاجه اسمها ايكون. تمام. من نوع ايكون داتا. ما علينا بالنوع دلوقتي، انا هبدا ان انا اقول له هنا ايه، ايكونز بالشكل ده. تمام. ايكونز بالشكل ده، وهاجي اقول له دوت. تمام. اول لما اجي هقول له دوت هلاقي فيه ايقونات كتير قوي 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 طلعت كده في الاقتراح، انا ممكن ان انا استخدمهم. تمام. يعني انا ممكن هنا ابدا ان انا اسرش او اكتب اسم الايكون دي ممكن يكون ايه. طيب هي الايكون دي بتريبريزنت ايه او بتمثل ايه؟ رقم تليفون. فاحنا ممكن مثلا نيجي نكتب هنا فون او حاجه مثلا على سبيل المثال. تعال نكتب فون هنا. اول لما بدات ان انا اكتب كلمه فون ظهر لي اقتراحات كتير قوي، منها الفون اللي فوق ده، وفي لو نزلت تحت كده هلاقي بص شكل الايكون هنا بيتغير، بيقول لك ان ده فون اندرويد، في فون اوتلاين، في اشكال كتير قوي لرقم التليفون. بص هتفضل تنزل هتلاقي حاجات كتير قوي او ايكونز كتير قوي بتعبر عن رقم التليفون. طيب انا عايز ادوس كنترول اس واعمل ريستارت واشوف الشكل هيبقى عامل ازاي.
طيب لاحظت ان هو جايب لي الايكون بتاعتي دلوقتي، هو عمل الكونتينر الجميل بتاعنا ده. ممكن نبدا ان احنا نبعد الكونتينر ده، يعني ايه، انا ملاحظ هنا ان بدايه الكونتينر من هنا يعتبر قريبه قوي من بدايه الايه الديفايدر او الخط ده. فاحنا ممكن هنا نيجي هنا مثلا نبعد الكونتينر من الجنب الشمال ومن الجنب اليمين. كنا بنعمل كده ازاي؟ كنا بنستخدم البروبرتي او الحاجه اللي اسمها مارجن جوه الايه الكونتينر، وبنيجي هنا نيجي نقول له edge insets دوت اونلي مثلا. ممكن نيجي نقول له والله من الليفت وليكن 40 مثلا، ومن الرايت هندي لك 40 برضه. هنبعدك من الليفت 40 ومن الرايت 40. هنبعد الكونتينر ده من الليفت 40 ومن الرايت 40. وقلنا اختصارا لما نيجي الليفت او الرايت لما يكونوا نفس بعض ويكونوا متشابهين، فاحنا ممكن ان احنا نستخدم السيمتريك هنا. نيجي نقول له ليفت اند رايت. هنقول له ليفت اند رايت ازاي؟ ممكن نيجي نستخدم كلمه او البروبابيلتي بتاعت هوريزونتال بالشكل ده، وتعالى نعمل سيف ونعمل ريستارت. هنلاقيه ابتدى ان هو يبعد عن هنا 40 وهنا 40. طيب دلوقتي عايزين نبدا نكمل الويدجت بتاعتنا. انا ملاحظ ان الايكون هنا باللون الاسود على عكس الايكون هنا هتلاقيها باللون الابيض. طب هو انا اقدر اغير اللون بتاع الايكون او اللون بتاع الصوره الصغيره دي؟ لو دخلت جوه الكونستراكتور بتاع الايكون وبدات ان انت تكتب كولر بالشكل ده، هتلاقي فيه بروبرتي اسمها كولر، تقدر ان انت تبصيله اللون اللي انت عايزه. انا ممكن هنا اجي اقول له colors دوت وايت بما ان اللون بتاعي هو كده كده اللون الابيض. تمام. طيب هلاحظ ان الايكون دلوقتي بمنتهى السهوله اتغيرت وخدت اللون الابيض الجديد الجميل بتاعنا ده. طيب انا حاسس ان الايكون هنا، يعني تعالى نفتح الصوره دي جنب اللهم صل على سيدنا محمد، جنب الايميليتور بالشكل ده. طيب هنلاقي ان الصوره بتاعتنا تحس ان هي صغيره قوي. يعني تعالى لو كبرنا كده وخلينا الاثنين نفس بعض كده، والله مش صغيره، هي نفس المقاس، يعني تحس ان هي نفس المقاس، ولكن مش يعني ما فيش مانع ان احنا نكبرها شويه. طب هو انا اكبرها شويه ازاي؟ ممكن اجي اعمل كوما هنا وهلاقي فيه بروبرتي اسمها سايز. تمام. السايز ده يا شباب هو الحجم بتاع الصوره او الحجم بتاع الايكون بتاعتنا. انا ممكن مثلا اجي ابصيله، هو لو وقفنا عليه هنا هنلاقيه بيستقبل قيمه دبل، فانا ممكن اجي مثلا ابصيله 30 بالشكل ده. تعالى نعمل ريستارت. هنلاقي الايكون كبرت شويه، وال30 بالنسبه لي مناسب قوي، ممكن نخليها 27 او حاجه. تعالى نعمل ريستارت. وبالشكل ده الايكون بتكبر والايكون بتزيد وهكذا. لو لاحظت ان طول ما انا بزود حجم الايكون، يعني لما زودت مثلا الايكون ل 100، بص كده وركز على الكونتينر، هتلاقي ان الكونتينر بيكبر بكبر الايكون. بص الكونتينر كان صغير، الكونتينر بقى كبير. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الكونتينر طالما انا ما اديتلوش هاي وويتس او ما اديتلوش طول وعرض، يعني هيبدا ان هو يفل كده السبيس بتاعته، ويبدا ان هو يراب حوالين او يبدا ان هو يحتضن يعني التشايلد بتاعه، ويبدا ان هو ياخد السايز بتاعها وهكذا. تمام. فاحنا ممكن نخلي دي 27 بالشكل ده. تعالى نعمل ريستارت، هتكون مناسبه جدا، و27 كويسه قوي. تعالى نحط جنب الايكون دي التكست بتاعنا الجميل اللي هو فيه رقم التليفون ده. فممكن نيجي نقول له هنا تكست والله 0 مثلا 100 مش عارف حبه ارقام كده. تعالى نعدهم، عايزين 11 رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 رقم بالشكل ده. تمام. ده رقم اي رقم في الدنيا يعني. تمام. وممكن اجي ابدا ان انا اغير الستايل بتاع التكست ده. تعال نعمل ريستارت ونشوفه. هيبقى باللون الاسود. انا عايز ان انا اكبره شويه وفي نفس الوقت اغير في الشكل بتاعه في اللون بتاعه. فممكن نيجي نستخدم البروبابيلتي بتاعه الستايل هنا، ولو وقفنا على كلمه ستايل هتلاقيها بتستقبل تكست ستايل. فانا ممكن ان انا اجي ابصيله تكست ستايل بالشكل ده، واجي اقول له الكالر بتاعك انا عايز colors دوت وايت، عايز اللون بتاع التكست يكون وايت. ونفس الوقت برضو ممكن اجي اخلي السايز بتاعه وليكن مثلا قول 28 او حاجه. تعالى نعمل ريستارت ونشوف كده. طيب واضح ان 28 كبيره قوي، فممكن نخليها مثلا 20. طيب تعالى نعمل ريستارت تاني. اعتقد 20 مناسب جدا، و20 كويس قريب من الديزاين بتاعنا، ولكن تحس برضو ان هي كبيره، فممكن نخليها 18 بالشكل ده. تعالى نعمل ريستارت. طيب 18 شايفها مناسبه جدا وشكلها حلو وشكلها جميل، ولكن في حاجه مضايقاني بسيطه قوي. بص
لو لاحظت هتلاقي ان الرو ده او اللي هو الايكون بالتكست دول يعني بعاد عن الكونتينر او الحدود بتاعه الكونتينر شويه، تحس ان هنا في مسافه شويه وهنا في مسافه شويه وفوق هنا يعني من فوق في مسافه شويه. فاحنا عايزين نبدا نحط حواليهم بادنج يا شباب عشان نبدا نبعد المحتوى بتاع الكونتينر عن حدود الكونتينر ذات نفسها. فممكن نيجي نحط الرو ده جوه بادنج ويدجت، او ان احنا نستخدم البادنج بروبرتي اللي جوه الكونتينر على طول. ممكن نيجي نقول له ايدج انسيتس مثلا دوت اونلي، انا عايز يا عم من الليفت قول مثلا 15، وعايز من الرايت 15، وعايز من اللهم صل على سيدنا محمد من التوب 15، ومن البوتوم 15 بالشكل ده. تمام، تعالى نعمل سيف ونروح نعمل ريستارت. اول ما عملت سيف وريستارت اعتقد المقاس ده كده الشكل ده كده كويس قوي. ممكن نخليها مثلا 12، نقللها شويه، تعالى نخليها 12 12 12 بالشكل ده. نعمل سيف ونعمل ريستارت، وهلاحظ ان في حاجه يعني في مشكله كده بسيطه قوي، او حاجه تحس ان هي رخمه قوي، اللي هو ايه؟ هو من الليفت بياخد 12، ومن الرايت 12، ومن التوب 12، ومن البوتوم 12، من الكل 12. هو انا ما ينفعش اجي اختصر هنا واجي اقول له مثلا من الليفت والرايت والتوب والبوتوم خد 12؟ ينفع. هلاقي في حاجه هتسهل على الموضوع ده، بدل ما اجي اقول له edge insets دوت اونلي، لا انا ممكن اجي اقول له edge insets دوت all، انا عايز من كله 12. تمام بالشكل ده. هاجي اقول له edge insets دوت all ب 12، لو عملت ريستارت هلاقي الدنيا ثابته وزي ما هي ومفيش حاجه اتغيرت. تمام بالشكل ده انا اختصرت على نفسي كود كتير قوي. طيب لو بصينا للديزاين بتاعنا وبصينا للويدجت بتاعتنا هنلاحظ ان في مسافه ما بين الايكون والتكست اللي جنبها ده، يعني الاثنين دول بعاد عن بعض هنا شويه، انما هنا تحس ان هم لازقين في بعض. هو انا ما ينفعش اضيف مسافه فاضيه هنا؟ ينفع. طب ممكن نعمل كده ازاي؟ ممكن تستخدم الكونتينر، يعني تدي تستخدم كونتينر مثلا وتبدا ان انت تحطه كده وياخد سبيس معينه ما بين الاثنين، او ان احنا نستخدم الويدجت اللي اتعرفنا عليها المره اللي فاتت وهي السايزد بوكس بالشكل ده. تمام، هاجي اقول له يا عم انت هتاخد الهاي بتاعك وليكن المسافه مثلا هتكون 10 بالشكل ده. لو جيت دوست كنترول اس وعملت ريستارت هلاحظ ان مفيش اي حاجه اتغيرت، وده بسبب ان انا مبصيله هنا هاي 10. تمام، انما الويتس بتاعه 0. ايوه يعني ايه برضه؟ هاجي اقول لك ببساطه الايكون هي جنب التكست. تمام، الايكون هي جنب التكست. لو انا عايز اضيف مسافه ما بينهم، هو انا المفروض احط هنا هاي؟ لا، ده انا المفروض احط ويتس ما بين الاثنين. فانا ممكن اشقلب كلمه هاي دي او البروبابيلتي الهاي دي اخليها ويتس بالشكل ده، واجي اعمل ريستارت هلاقي ان هو ضاف لي مسافه ما بين الاثنين، والشكل كده كويس والشكل جميل و100 100. طيب عايزين نبص تاني للديزاين ونعمل اخر حاجه موجوده في الديزاين، وهي الكورنرز الراوند دي او الايه البص. لو ركزت هنا على الكونتينر هتلاقي ان الكورنرز بتاعته او الايه اللي هي الكورنرز يعني. تمام، هي واخده هنا نص دايره كده، تحس ان هي مش مستقيمه او حاده زي هنا كده، انت فاهم يعني؟ هنا شكل حاد قوي، انما هنا تحس ان هي فيها ايه زي واخده نص دايره كده، او اللي هو راديوس يعني. تمام، طيب نعمل كده ازاي؟ وده هيعرفنا على المفهوم الجديد اللي احنا عايزين نتعامل معاه، او المفهوم الجديد اللي احنا عايزين نفهمه، وهو البوردر راديوس. تمام، انا عايز ان انا ادي بوردر راديوس هنا، او ان انا اعمل الميلان او الايه الحناء البسيط اللي هو على شكل نص دايره ده هنا على حدود الكونتينر ده. تمام، وعشان اعمل كده يا شباب لازم استخدم الديكوريشن اللي موجوده جوه الكونتينر. دلوقتي انا عايز اشكل الكونتينر بتاعي واغير في الشكل بتاعه، فانا لازم اغير الديكوريشن بتاعه، اغير في الشكل بتاعه. لو نزلت هنا جوه الكونتينر، يعني نزلت جوه الكونتينر هنا هتلاقي فيه بروبرتي اسمها ديكوريشن بالشكل ده. لو وقفت على الديكوريشن هتلاقيها بتستقبل حاجه من نوع ديكوريشن. طيب انا هاجي هنا هبصلها بوكس ديكوريشن، بوكس ديكوريشن بالشكل ده. هتقول لي ايه ده يا عم؟ ده الديكوريشن دي بتستقبل حاجه اوف تايب ديكوريشن، انت ليه مبصلها هنا بوكس ديكوريشن؟ لو دخلت على البوكس ديكوريشن ده هتلاقيه برضو كلاس بيورس من الديكوريشن، فاحنا نقدر نقول عليه ان هو ديكوريشن في الاول وفي الاخر يعني. طيب وفي البوكس ديكوريشن ده طبيعي انت عايز تغير في شكل الكونتينر، فمن ضمن الحاجات اللي انت ممكن تغيرها في شكله اكيد هي اللون، صح؟ يعني انا ممكن اجي اقول له هنا كلر. ايه ده؟ هو انا هحط كلر للكونتينر هنا وكلر فوق؟ ممكن اجي اخد نفس الكلر ده واحطه هنا بالشكل ده. طب لو انا سيفته وعملت ريستارت تتوقع ايه اللي هيحصل؟ طيب تعال نعمل ريستارت.
اول ما عملت ريستارت انا متوقع ان في ايرور هيبقى موجود جوه الكونسول. تمام، احنا قلنا ان الديباج كونسول بيبقى موجود فيه كل الايرورز او الحاجات اللي او المشاكل اللي بتظهر لي. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله انا ما ينفعش ان انا استخدم الكالر والديكوريشن في نفس الوقت. انا ما ينفعش ان انا استخدم، بيقول لك هنا كان نوت بروفايد بوث ا كالر اند ديكوريشن، يعني ما ينفعش تستخدم الاثنين في نفس الوقت، يا هتستخدم الكالر لوحده يا اما تستخدم مثلا الديكوريشن وتحط الكالر جواها وتشيل الكالر ده. تمام، فانا ما ينفعش ان انا استخدم ديكوريشن وفي نفس الوقت استخدم معاها كالر. طب خلاص احنا ممكن نشيل الكالر ده بما ان هو بقى موجود كده كده جوه البوكس ديكوريشن ده. تعال ندوس كنترول اس نسيف ونعمل ريستارت. اول ما عملت ريستارت الايرور هتلاقيه اختفى وما بقاش فيه مشاكل خالص. طيب نرجع لمرجوعنا والحته بتاعه الشكل اللي هو الراوند ده او الشكل اللي هو على نص دايره ده اعمله ازاي، او ربع دايره اعمله ازاي. هلاقي فيه هنا بروبرتي او فيه اتريبيوت اسمه بوردر راديوس بالشكل ده. تمام، هلاقي فيه بروبرتي اسمها بوردر راديوس بالشكل ده. طيب لو انا جيت عشان اعمل النص دايره ده انا ممكن اجي اقول له بوردر راديوس دوت اول او دوت سيركلر مثلا. خلينا في الدوت اونلي دلوقتي نبدا نتعرف عليها. طيب دوت اونلي دي بتعمل ايه؟ هي بتوفر لك مثلا ان الكونتينر ده عنده 4 حدود. تمام، فانا عندي مثلا هنا لو انا جيت وقفت كده اهو هلاقي فيه البوتوم ليفت. فين البوتوم ليفت ده؟ البوتوم ليفت اللي هو الجزء ده الكورنر ده التوب ليفت. طب ده التوب رايت. طب ده البوتوم رايت. تمام، فانا هلاقي الاربع حدود بتوع الكونتينر. انت عايز تديلهم بوردر راديوس قد ايه؟ لو وقفت على البوتوم ليفت دي هلاقيها ان هي بتستقبل حاجه اوف تايب ايه؟ راديوس. تمام، هي بتستقبل حاجه اوف تايب راديوس. فانا ممكن اجي هنا اقول له راديوس دوت سيركلر. انا عايز الراديوس ده يكون سيركلر يعني او على شكل ربع دايره يعني، وهدي لك مثلا الراديوس بتاعه هيكون 10 بالشكل ده. تعال نعمل ريستارت. هنلاقي ان هي خدت هنا انحناء او اللي هو الشكل اللي احنا عايزين نوصل له بالشكل ده. ممكن نزودها شويه نخليها 15 يعني. تعالى نعمل سيف وريستارت. انا هوريك الشكل ممكن يكون بعيد عنك شويه. بص هو عامل كده دلوقتي. تمام، طيب تعالى نقفل تاني ونرجع وممكن نروح برضو نعملها في التوب ليفت. طيب هاجي هنا اجي اقول له في الحد اللي هو بتاع التوب ليفت انا عايز برضو نفس الكلام بالشكل ده، واروح اعمل سيف وريستارت. هلاقي ان هو خد نفس الشكل برضو. ممكن بقى اجي برضو اجي اقول له في التوب رايت نفس الكلام، انا عايز بوردر راديوس دوت سيركلر او كذا، او راديوس دوت سيركلر كذا، وعايز برضو في البوتوم ليفت نفس الكلام او نفس القيمه بالشكل ده. طيب تعالى نعمل ريستارت. هتقول لي كده الشكل وصلنا للشكل يعتبر اللي احنا عايزينه، ولكن تحس ان هو هنا زايد شويه. ممكن مثلا نقلل ال 15 دي ل 12 تبقى حلوه قوي. 12 12 12 بالشكل ده. تعال نعمل سيف ونعمل ريستارت. طيب هلاحظ ان انا عندي تكرار، ودي من الحاجات اللي احنا بنحاول نحلها كل شويه. ان انا عندي في البوتوم ليفت هي التوب ليفت هي التوب رايت هي البوتوم رايت، كلهم واخدين نفس القيمه. هو ما فيش اختصار لده. ما ينفعش اجي اقول له بالبوتوم ليفت اند توب ليفت اند توب رايت اند بوتوم رايت. هلاقي فيه عندي حاجه جديده اسمها بوردر راديوس دوت سيركلر يا شباب على طول. تمام، وهديله هنا 12 بالشكل ده اهو، وكده هيبدا ان هو يطبق ال 12 دي على كل الحدود بتاعه الكونتينر. تمام، بالشكل ده انا حليت المشكله واختصرت على نفسي بشكل كبير قوي قوي قوي. طيب كده خلصنا الويدجت الجميله بتاعتنا اللي احنا كنا عايزين نعملها. عايزين نبدا نعمل باقي الويدجتس بتاعتنا. طيب تعالى هنا نيجي ناخد الكونتينر ده زي ما هو كده اهو. تعال نطلع كده ناخد الكونتينر ده زي ما هو بالشكل ده، نبدا نحط واحد تحته كده اهو هيبقى يمثل الايميل بتاعنا. هيمثل الايميل بتاعنا، مش احنا عندنا هنا واحد تاني للايميل. ممكن اجي بدل الايكون بتاعه الفون دي تعال ندور على ايكون للايميل. هاجي اقول له دوت ايميل بالشكل ده. طيب لقينا الايكون بتاعه الايميل وشفنا شكلها، ده الشكل بتاعها. وممكن هنا بقى نيجي نحط الايميل بتاعنا، نيجي نقول له صابر@gmail.com بالشكل ده. تمام، وتعالى نعمل سيف ونعمل ريستارت. هنلاحظ ان عملنا الشكل الجديد، ولكن تحس ان الاثنين لازقين في بعض، مش زي هنا بعاد عن بعض شويه. فممكن نضيف لهم مسافه، وانت كده عرفت برضو هتضيف المسافه ازاي. ممكن نستخدم الويدجت الجميله بتاعه السايز بوكس. نيجي نقول له انا عايز اضيف مسافه ما بين الاثنين وليكن 10 مثلا. الهاي هيكون 10 ما بين الاثنين. تمام، تعالى نعمل سيف ونعمل ريستارت. بالشكل ده انا وصلت يعتبر لشكل قريب قوي من الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نزودها شويه، ممكن نخليها 14 مثلا. تعالى نعمل ريستارت.
طيب 14 شايف ان هي كويسه جدا. تعالى نعمل الحاجه الاخيره او السكشن الاخير اللي هو بتاع الايميل، الفيسبوك اقصد. تعالى ننزل كده اهو ونحط نفس الويدجت زي ما هي كده اهو. نغير الايكون بتاعتنا، بدل ما هي ايميل ممكن نيجي نكتب فيسبوك مثلا بالشكل ده. مش طبيعي يعني، ممكن ما تلاقيش انستجرام مثلا، يعني لو انت كتبت انستجرام كده ممكن ما تلاقيش انستجرام، فاهم؟ مش كل الايكونز انت هتلاقيها، تمام؟ وهنتكلم برضو عن طرق تانية تقدر تستخدم بيها الايكونز قدام، تمام؟ انا هاجي هكتب هنا فيسبوك، لحسن حظي في الفيسبوك الايكون بتاعت الفيسبوك يعني، وهنا كاتب صابر صن بالشكل ده. فانا ممكن اجي اشيل الجيميل دي واجي اقول له صابر صن كده. تعالى نعمل سيف ونعمل ريستارت. طيب عايزين نزود مسافه برضو تاني، ممكن ناخد السايزد بوكس ده كده ونبدا ان احنا نحطه هنا جوه الويدجت دي، تمام؟ ما بين الويدجت دي والويدجت دي. طيب تعالى نعمل سيف ونعمل ريستارت، وبالشكل ده يكون عملنا اول ابلكيشن خاص بينا. وهو ده يعني المسافه هنا تحس ان هي زايده شويه عن هنا، ولكن دي حاجه انت ممكن تقعد تلعب فيها، يعني دي حاجه ممكن تقعد تظبطها انت بقى ايه، وتحط المسافات اللي انت عايزها وهكذا. يعني هنا المسافه هنا كبيره عن هنا، انت فاهم؟ ممكن نزود المسافه دي شويه اللي هي ما بين الديفايدر وما بين الويدجت اللي تحتها. تعالى نطلع فوق نلاقي الديفايدر اهو، وفي الويدجت اللي تحتها ممكن ناخد السايز بوكس ده نحطه ما بين الكونتينر والديفايدر بالشكل ده. تعال نعمل سيف ونعمل ريستارت، هنلاقي ان المسافه هنا زادت ما بينهم ويعتبر قريبه من نفس الشكل اللي احنا عايزين نوصل. طيب بالشكل ده يكون خلصنا اول ابلكيشن احنا عملناه. انا عايزك تبدا ان انت في خطوه مهمه تعملها دلوقتي، ان انت تاخد الابلكيشن ده وتطبقه زي ما هو بالظبط، تعمله مره واثنين وثلاثه لحد ما يثبت، يعني ما تعرف تعمله بنفسك بدون ما انت ما ترجع للفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي.